السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله. نبدأ الفيديو كده بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل معاكم أكلة خفيفة كده كده جميلة كده وما فيهاش افتكاسات كتير وحاجة كده خفيفة على المعدة. تيجي نشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنحتاج بصلة صغيرة، هتبشريها كويس. يا ريت تاخدي بالك انت بتستخدم المبشرة، بتستخدم السكينة، بتتعامل مع فرن سخن، تاخدي بالك دايما على ايديك. أهم حاجة سلامتك في المطبخ. لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلي بالك احنا معانا قاعدة من اول ما هنبتدي القناة مع بعض ان شاء الله. القاعدة دي هي ان الاكل ما بيوقفش على حاجة. اللي نفسك فيه اعمليه. مش شرط انك توقفي على وصفة عشان حاجة مش فيها، مش في الوصفة دي مش موجودة عندك، لا. كل ماشي، دي مش حلويات، هي الحلويات بس اللي بنقدر نقول ما ينفعش تشيلي منها الحاجة، لان الحلويات بتبقى مقاديرها دقيقة جدا. يعني انت مثلا مش حابة بطاطس، بلاش يا ستي بطاطس، حطي مثلا كوسة، حطي الخضار اللي انت بتحبيه. الاكلة اللي هنعملها النهاردة دي تقبل اي حاجه تقدر تحطيها فيها. تقدر تحطي خضار مشكل، تقدر تحطي كوسه، تقدر تحطي، اعمليها تورلي كده. دلوقتي حطينا التتبيله اللي معانا دي: طماطم مبشوره، بصله مبشوره صغيره، ملح وفلفل اسود. الفلفل معلقه صغيره وملح معلقه كبيره. هتيجي بالتتبيله دي هتحطيها تحت الجلد بتاع الفراخ، هتفرغي بين الجلد واللحمه بتاعت الفراخ وتحطي التتبيله دي معاكي كويس. برضو لو حابة تستخدمي فرخة كاملة برضو زي الفل. حابة تستخدمي فراخ متقطعة برضو زي الفل. من غير فراخ خالص برضو مية مية والله. الأكل ما بيوقفش على حاجة يا جماعة. اللي عندك اعملي بيه ومشي الدنيا، والدنيا زي الفل ماشية معاك إن شاء الله. بصي، أهم حاجة معانا في المطبخ برضو تاني التعقيم. دلوقتي احنا استخدمنا على الرخامة دي فراخ، هنغسلها بالخل. الخل ده أهم حاجة معانا دلوقتي من أساسيات المطبخ. يبقى يكون عندك خل في المطبخ، ده بيعقم معاكي مكان فراخ، مكان لحمة، مكان أي حاجة استخدمتيها، بيقضي على البكتيريا. هنيجي دلوقتي للخلطة بتاعتنا بتاعت صينية البطاطس. هتوضي بالخضار بتاعك كويس، هتقشري البطاطس، هتقشري البصل، هتغسلي الطماطم. برضو أهم حاجة برضو معانا إن احنا نغسل الخضار كويس. دايما انت وشغالة في المطبخ لازم تسمي الله وتذكر الله وتصلي على الرسول عشان الأكل يبقى معاك فيه بركة، يطلع طعمه جميل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تغسل الخضار كويس. بس أهم حاجة برضو نظافة الخضار. يكون معانا حبتين فلفل، حبتين طماطم، 3 حبات بصل، 3 حبات بطاطس، حبة واحدة بصل. البتنجانة دي ملهاش علاقة بموضوع خالص يا جماعة برضو، بس خلي بالك الأكلة دي ممكن تقبل بتنجان لو انت بتحبي. بس البتنجانة دي احنا هنعمل بيها النهاردة مع بعض بابا غنوج. بصي الخضار وقع، غسلته تاني. اللي احنا بنقول أهم حاجة نظافة الخضار معاك في المطبخ. هنبتدي دلوقتي هنقطع الخضار. هتيجي بالبصلة هتقطعيها زي ما انت شايفة كده رفيع خالص عشان ما تاخدش معاكي وقت في السوا في الفرن. تقطع الفلفل مربعات. حابة تحطي فلفل حامي برضو حطي، ده يرجع لذوقك الشخصي. انا هنا كنت حابة نحط فلفل بارد بس، فالفلفل الحامي ده اللي انت شايفينه ما استخدمتوش خالص. بعد ما حطيته رجعت في رأيي وشلته تاني. بطاطس برضو هتقطعيها تخينة، هتبقى معاكي قاعدة في الفرن هتاخد وقت، مش هتستوي. هتقطعيها رفيعة هتتهري معاكي في الفرن وهتدوب، مش هتبقى حلوة. فاحنا نقطعها متوسط، خير الأمور الوسط. طبق المثل ده في كل حاجة هتلقى الدنيا ماشية معاكي زي الفل. هنا ممكن تقدر تحطي طماطم كتير، انا ما كنتش حابه نستخدم طماطم كتير لان ما كنتش عايزه لها صلصه كتير. تحطي طماطم مثلا في الخلاط الكميه اللي انت هتحتاجيها،
وتحطي معاها فصين توم وتضربيها في الخلاط وتبقى معاكي زي الفل. لو انت حابة تكون فيها صلصة كتير، انا كنتش حابة فيها صلصة كتير فحطيت يا دوب طمطمتين بس مبشورين. هنحط هنا توابلنا ملح وفلفل بس، معلقة ملح برضو معلقة فلفل. هتقلبي الخضار مع بعضه كده، اللي فوق تحت واللي تحت فوق، المهم تقلبيه كويس. الأكلة دي لو حابة ليها صوص هتحطي نص كوباية مية مغلية معاها، مش حابة ليها صوص بلاش، هتكون برضو تمام معاكي في الفرن تمام، ما تحطيش مية. هتستكفي طبعا بالصوص اللي هينزل من الفراخ ومن الخضار نفسه، لأن الخضار بيبقى فيه مية. أنا هنا محطتش مية خالص. بصي بعد ما تحطي الفراخ كده وترصيها هتجيبي ورقة فويل وتقفلي كويس. أنا الصينية دي ليها غطاية عندي فما حطيتش ورق فويل، وعلى فرن سخن معاكي كل شوية تقعدي تختبريها. دلوقتي هنعمل مع بعض شوربة لسان العصفور. هقول لك برضو على أسرار تنجح معاكي شوربة لسان العصفور، ما تخليش يبوش معاكي ويشرب الشوربة اللي فيه كلها. أول حاجة شايفين كده النار عالية، النار عالية معانا. أنا حاطة هنا نص كوباية لسان عصفور. أول حاجة يدوب لسان العصفور كده ياخد الحرارة معانا، بعد كده توطي النار خالص. ليه نوطي النار؟ لأن لسان العصفور لما تكون معلي النار هياخد معاكي اللون من بره ومن جوه هيبقى ايه ني لسه نفس اللون. لكن لما انت توطي النار يتحمس براحته، هي اللون اللي بره هو اللي جوه، فما بيبوشش معاكي ويشرب الشوربة كلها. هنا انا كنت حابة احط توم، بصي حطيت هنا فص توم مهروس. تنزل عليه بمية مغلية برضو. اهم حاجة المية المغلية، لان انت لو حطيتي مية باردة من الحنفية راح لسان العصفور هيبقى معاكي متكسر كده وشكله مش حلو. هتحطي مية مغلية هيبقى معاكي مظبوط مية مية. هنحط معلقة فلفل اسود، وهنا هنحط نص مكعب مرقة. انا هنا كنتش عاملة شوربة فاستخدمت مكعب مرقة. انت لو عندك شوربة بتاعت لحمة بتاعت فراخ بتاعت بط هتحطي الشوربة مكان المية والمرقة الدجاج. تظبطي الملح بتاعك كويس وتهدي عليه النار. برضو هنا هنعمل رز بشعرية. رز بشعرية عشان ينجح معاكي برضو لازم تحمسي الشعرية بنفس الطريقة اللي قلنا عليها بتاعت لسان العصفور. هتعلي النار في الأول، هياخد معاك الحرارة كويس، هتهدي النار بعد كده بحيث إن الشعرية من برا ومن جوا تبقى نفس اللون، تدي معاك تسكيرة في الأكل هيبقى طعمها حلو جدا، ولونها في نفس الوقت هيبقى كلهم الشعرية كلها مع بعضها كده تبقى لون واحد، هيبقى شكلها جميل وهيبقى طعمها أحلى. بص هنا هديت النار، هنشوف اللون مع بعض دلوقتي. بصي اللون ده مش محروق، الكاميرا ظالمة اللون جدا. هنا على جنب معانا كوبايتين مية هنحط عليهم ذرة سكر، نص مكعب مرقة، معلقة لا فصين توم، وتسيبهم يغلوا على النار. دي الشوربة بتاعت الملوخية لو ما عندكيش شوربة، بس برضو الأساسيات دي ثابتة معانا. هتحطي لو عندك شوربة هتحطي فيها فص توم، هتحطي فيها ذرة سكر، وهتسيبيها تغلي على النار. أنا هنا مستخدمة ملوخية مجمدة. الملوخية المجمدة ما تستناهاش تفك معاكي وتشتغلي بيها، لا اشتغلي بيها مجمدة كده. وأنا هنقول لك على الطريقة اللي هي هتخلي معاك اللون أخضر جميل، لها عرق مظبوطة ما تسقطش منك، هتطلع معاك ملوخية ناجحة 100% إن شاء الله. أنا حطيت الرز، مكعب مرقة، وهتحاولي تدوي مكعب المرقة على قد ما تقدري، لأن مكعب المرقة ده لما بيقعد في جنب كده ما بيدوبش بيبقى حاجة مش حلوة خالص. لا فانت من الأول تعرفي انت ايه الغلطات اللي هتغلطيها في الأكل، فتحاولي تقلليها. فندوب دايما مكعب المرقة معاكي في الأول. تحطي معلقة فلفل أسود. هنعمل إن شاء الله مع بعض الرز بأكتر من طريقة، وهنعمل وصفات كتيرة بأشكال جديدة إن شاء الله، وتكون ناجحة معاكي 100% من الألف للياء. يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. مية مغلية برضو. المية المغلية هنا بتخلي الرز معاكي
كل حبة بحبتها كده، مش بيبقى معجن معاكي، بيبقى جميل جدا. هتحطي مية من الحنفية هيبقى معاكي معجن، وتلقي الرز في نفس الوقت مش مستوي، حبة مستوية وحبة لا فانت تحطي هتستخدمي شوربة تخليها برضه تكون مغلية وتحطيها على الرز. تستخدمي مية زي ما انا كنت مستخدمة هنا والسنة والشرب وده مرق الدجاج، هتحطي مية مغلية برضه. هنا الرز برضه هتحطي معاه ملح زيادة. دوقي الرز الاول هتحسي ان الرز كده مظبوط معاك، لا دي حتة ملح زيادة دي هتظبط معاكي. ادي هنا الشوربة بتاعت لسان العصفور كانت استوت معانا، وادي الملوخية حطيت انا كنت مستخدمة نص كيس. بصي هتطفي النار بعد ما غلت معاكي الشوربة اللي احنا عملناها مع بعض، هتطفي النار وهتحطي قالب اللي هو بتاع الملوخية، وهتسيبيه يدوب معاكي خالص. اول ما يدوب معاكي خالص تروح ترفعيه على النار، اول ما يغلي معاكي تطفي عليه. تمام. وبعد كده هنشوفه مع بعض اللون والطشه دلوقتي هنعملهم مع بعض. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ سلطة بابا غنوج. هنعملها ازاي؟ هنجيب الباذنجان ونشويها زي ما شفنا. نقشريها كويس. بصي هنا كيسين طحينة، فص توم، معلقة كزبرة وكمون، ملح، حابة تحطي شطة حطي. هنا هنحط خل، انا ما كانش عندي ليمون فحطيت خل. حابة تحطي ليمون وخل برضو حطي، بيبقى جميل مع بعض. وتقعدي تهرسي فيها كده كويس، تهرسي تهرسي لما يبان الأهل أصحاب زي ما بيقولوا. أهو الخل. شوية سلطة بابا غنوج، بسم الله ما شاء الله تستاهل بكم والله يا جماعة، حاجة كده جميلة. دايما لما تكوني عاملة طبيخ كده وبتاع لازم يكون عندك نوع سلطة على الصينية يفتح نفس الواحد على الأكل. شوية زيت عشان تخلي معانا البابا غنوج ناعمة وتديها لمعة في نفس الوقت. شوية بابا غنوج، بسم الله ما شاء الله. ادي الرز بصي، وانا عارفة ان الكاميرا كانتش زي ظابطة الدنيا، بس شوية الرز الصراحة متفلفل وجميل. بصي اهو مظبوط بالشعرة. لو في وصفات حابين تعملوها ومش عارفين تعملوها اكتبولي في التعليقات، وانا ان شاء الله نحاول نعملها لكم في اقرب فيديو. هذه الملوخية شايفة اللون اللي انا بكل كنت بكلمك عليه. الشوربة هنا طفينا عليها، والفراخ في الفرن طلعتها وحطيت لها كانت معي معلقة صلصة، معلقة توابل فراخ صغيرة، معلقة فلفل نص معلقة فلفل اسود صغيرة، ملح، معلقة سمنة كبيرة، وبالفرشة وتدهني الوش بتاع الصينية بتاعت الفراخ وتشغل عليها الشواية هتاخد معاك اللون ده. الطشة بتاعت الملوخية سمنة، سمنة مش زيت، لأن السمنة هي اللي بتعمل طعم وريحة بتاعت الملوخية، الزيت مش بيبقى حلو خالص. بس هتحمر التومة كده كويس معاكي متخليهاش تتحرق. اهو اللون الذهبي الجميل ده، بسم الله الرحمن الرحيم. تسمي وتكب عليها الملوخية على طول. شوية ملوخية عرق وقوام ولون وطعم، حاجة كده ما شاء الله. هنعمل برضو مع بعض فيديو للملوخية، لو حابين اكتبولي في التعليقات فيديو من الملوخية من الأول لآخر. وادي أكلتنا كانت النهاردة قدامكم زي ما شايفين، شوربة لسان عصفور وملوخية وفراخ ورز. ومع السلامة، فيديو تاني جديد إن شاء الله.